السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل غرزه البريسيه زي اللي انتوا شايفينها كده قدامكم. الغرزه دي بتبقى علشان نعمل القمر بتاع البلوفر او الجاكيت اللي انت عايزه تعمليه. ممكن كمان تتعمل في البطاطين، نهايه البطاطين كده. في ناس بتحب ان هي تزين نهايه البطانيه او الكوفرت اللي انت بتعمليها بغرزه البليسيه. فهنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه عشان تطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه. اول حاجه طبعا هتجيبي سمك الخيط اللي انت شغاله بيه عادي خالص، اي خيط انت هتشتغلي بيه، وهنعمل عقده البدايه. وطبعا مقاس الابره حسب سمك الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. اول حاجه انا هطلع ب10 سلاسل. لو انت بتعملي غرزه البليسيه دي او القمر اللي هتعمليه للطفل، مثلا هتعمليها في ايس كاب، فيستحسن ان انت تبداي ب8 سلاسل. انا الاساس عندي هبدا ب10 سلاسل علشان ده الطول المناسب او الارتفاع المناسب لغرزه البليسيه اللي انا عايزاه. فهعمل 10 سلاسل كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت كده 10 سلاسل وهرتفع بسلسلة واحدة، دي هتكون الارتفاع بتاعي. بعد كده هسيب طبعا اول سلسلة ارتفعت بيها وهدخل في تاني سلسلة على طول. ادخل كده في الحلقة دي واسحب واعمل غرزة حشو. هروح عند الغرزة اللي بعدها ادخل كده فيها في النص واسحب واعمل غرزة حشو. هدخل كده اللي بعدها واسحب واعمل غرزة حشو. وصلت كده عند اخر غرزة عندي اهي، وهدخل فيها واعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة وهلف الشغل الناحية التانية. هبتدي بقى ادخل هنا في الحلقة الخلفية عندي من الناحية دي كده، ادخل فيها واسحب واعمل غرزة حشو. هروح في الحلقة اللي بعدها في الحلقة الخلفية واسحب واعمل غرزة حشو، وهكذا هفضل ادخل في الحلقة الخلفية اللي هي بتبقى من بره ليكي انتي، من الناحية دي من بره، مش اللي من ناحيتك، بتبقى من بره. دي كده اسمها الغرزة الخلفية. ادخل فيها واعمل حشو، وهكذا. ممكن طبعا تعمليها بغرزة نص عمود او تعمليها بعمود بلفة حسب ما انت عايزة، هتمشي معاكي في اي حاجة. يعني ممكن تعمليها بحشو او نص عمود او عمود بلفة. اهم حاجه تعدي ان انت عامله الغرز بتاعتك، لان اخر غرزه بصوا بتبقى مايله شويه ومش باينه، وممكن حد لو مبتدئ يتلخبط ويدخل في غرزه الارتفاع. فانت هنا بتخشي بس في اخر غرزه كده وتعدي طبعا غرزك وتتاكدي ان هما ال10 غرز بتوعك عشان تبقي ماشيه مظبوط ومتخشيش في غرز الارتفاع او توقعي غرز. بعد كده ترتفعي بسلسله وتلفي الناحيه التانية، وطبعا بتسيبي سلسله الارتفاع، بتخشي في اول غرزه عندك هنا برضو في الحلقه الخلفيه وتعملي حشو، وتفضلي ماشيه كده لحد ما توصلي لنهايه السطر وتعدي الغرز بتاعتك وتتاكدي ان هي مظبوطه. اخر غرزه عندي اهي، ندخل فيها ونسحب وناخد بالنا. الغرزه اللي هي المايله دي مش غرزه، مش غرزه بندخل فيها، دي غرزه الارتفاع بتاعتنا اللي هي السلسله اللي بنطلع بيها في اخر الدور، اللي هي دي. لما بنلف بتبقى عندي بالشكل المايل ده. هسيب غرزه الارتفاع وادخل في الغرزه اللي بعدها اللي هي اول غرزه عندي، وهكذا وهكمل لنهايه الدور.
انا كده طلعت بكذا سطر. بصوا ده شكلها اهو معايا، الوش والظهر بتاعها بيبقى نفس الشكل. وهنا كان معايا برضو كنت عاملة ده ليكنار بتاع جاكيت، فده شكلها. بصوا لما بتطلعي بكذا سطر على حسب بقى ما انت عايزه المقاس. لو هتعملي الجاكيت بتشوفي المقاس بتاعك، هتعملي الايس كاب بتشوفي الدوران بتاع الراس وعلى اساسه بتوقفي وبتقفلي بعد كده. من عند البدايه والنهايه من الغرز دي بتقفلي بغرز منزلقه كده. تمام. على حسب برضو المشروع اللي انت هتعمليه، ممكن بتعمليه وتشتغلي وبعد كده تبني هنا في الاجزاء دي كده غرز حشو وتطلعي بالمشروع اللي انت بتعمليه. وممكن تفصلي كده زي ما انتوا شايفين، تفصلي خلاص الخيط بتاع غرزة البليسيه وتبتدي تخيطيه بإبرة التنظيف عادي في المشروع اللي انت شغالة فيه، سواء الكوفية او الجاكيت اللي انت بتعمليه او البطانية، على حسب انت بتعملي ايه. بس عموما كده ده الشكل بتاعها لما بتطلعي بسطور كتير. بصوا وبتمط معاكي خلاص، فهي بتبقى في الاول مقفولة كده وبتمط معاكي، وعلى حسب برضو مقاس الابرة اللي انتي شغالة فيه. بكده نكون خلصنا. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم واستفدتوا. شكرا لمتابعتكم معايا.